السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم في هذا اليوم المبارك من أيام حضرموت، ويعتبر اليوم الأول لميلاد دولة جديدة اسمها حضرموت. لذلك أعتذر أولا على هذه الكلمة، لم يهيأ لي أن أكون في هذا المكان ولا أتمنى أن أكون في هذا المكان. ففي حضرموت 1000 وألف من يكون في هذا المكان، وأن راح 1000 سيأتي 10,000 في هذا المكان. تحياتي للفريق الذي أعد هذه المناسبة الوطنية الحضرمية، هذا الشباب أو هؤلاء الشباب الذين فجروا وأعطوا حضرموت موقعها الصحيح، تحملوا كل شيء وقدموا كل شيء حتى تنال حضرموت وترسم لحضرموت يوما خالدا على مدى الدهر. الأخوة الحاضرين جميعا، شيوخا ومقادمة وأفرادا وشبابا، ها هو اليوم يأتي بعد أن قدم أبناء حضرموت عامة في كل مراحل التاريخ أروع صفحات التاريخ في مجال أخلاق أبناء حضرموت، في مجال علم أبناء حضرموت، وها هم اليوم يسجلون ميلادا جديد في ميلاد قيادات لحضرموت. هنيئا لكم أبناءنا، هنيئا لكم ما وصلت إليه في هذا اليوم، واليوم الذي سبق عرف العالم كله ما هي حضرموت، ومنهم أبناء حضرموت. لذلك أدعو كل أبناء حضرموت أن يكون هذا اليوم هو الماسح للأيام الذي سبقته، وأن يكون أبناء حضرموت ميلادهم بميلاد 20 ديسمبر. لن تبنى أي حضارات وأي دول بجر الماضي للمستقبل، إن جر الماضي المستقبل تعقد المستقبل. فلذلك دعوة صادقة لكل أبناء حضرموت بمختلف مشاربهم، بمختلف طبقاتهم، بمختلف أحزابهم، بمختلف توجهاتهم كلها، أن نقول حضرموت، نختلف في كل شيء ونتفق في كل حضرموت، ننسى ما بيننا وننسى كل شيء، ونذكر أن حضرموت هي أمنا. ليس حضرموت عداء لأحد، حضرموت هي دولة بحدودها، حضرموت هي دولة بعلمها، حضرموت هي دولة بنشيدها الوطني. لا نختفي ولا نتخفى بعد اليوم، زعل من زعل ورضي من رضي. بالأمس كنا نطالب والكل يطالب أن يكون موقعنا إقليما، ولم يرضى أحد على هذا الإقليم. اختلفت الدولة كلها جنوبا وشمالا في إعطاء حضرموت إقليم، لكن أبناء حضرموت كان لهم صوتا جديدا وصوتا صاعدا. لن نرضى بعد هذا اليوم بإقليم، بل نعلنها بهذا اليوم حضرموت دولة. لذلك لا داعي لأن يتخفى أحد أو ينظر إلى الخلف أو يمينا أو شمالا. نحن في هذا اليوم كل أبناء حضرموت أتوا إلى وادي حضرموت وأتوا إلى ساحل حضرموت ليعنوا كلمة واحدة، أن تكون حضرموت دولة، ومن حق تكون حضرموت. دعوتي للكل، نختلف في كل شيء، نختلف بأسماءنا، نختلف بقبائلنا، نختلف بشرائحنا، نختلف بأحزابنا، نختلف في توجهاتنا، لكن نتفق
على شيء واحد هو حضرموت. لا ننصب عداءنا إلى أي مكون حضرمي أبدا، لا ننصب عداءنا لأي مكون حضرمي مهما اختلف فيما يحمله، ولكن نتفق إن هذه هي بلدنا وهذه أرضنا. هذه الأرض الطيبة أنجبت من سيل لهم التاريخ في أعلى سطوره، ومن نشر الإسلام في أصقاع العالم، ومن لا يزال إلى هذا اليوم يدير اقتصاديات كبيرة. كلمة بالأمس قلتها: أغلى متر مربع يمكن على مستوى العالم في وادي حضرموت، أغلى مساحة متر مربع يمكن على مستوى العالم في وادي حضرموت. يمكن الكل يفتخر بهذا، يفتخر بأن أغلى متر مربع في حضرموت، لكن لا يعرف أنها مؤامرة عليه. حضرموت ليس الوادي الذي عذر لا يتجاوز 3 أو 4 كيلومتر. حضرموت هضبة في الشمال وهضبة في الجنوب وساحلا من الغرب للشرق. لذلك كان هدف أساسي إسقاط حضرموت، أن يبقى ابن حضرموت يختلف المالك والمنتفع على 5 فدان ويخربوا قضية كاملة. رفع السعر جعل كل أخ يقتل أخاه وينظر في هذا المتر المربع وينسى ما تمتلكه حضرموت. مقومات حضرموت مقومات دولة بكل ما تعنيه المملكة. أبناء حضرموت مكونات دولة ورجال دولة. عندما يختلف الجنوب والشمال والجنوب يأتي ابن حضرموت. من قياداتنا العسكرية الموجودين أمامنا اللواء عبد الرحيم عتيق، من قياداتنا الإدارية الشيخ جعفر بايري، من قياداتنا القضائية